اهلا بيكم في حلقه جديده ومع بعض دايما في بص وطرب ايمان ايوب ومروه البغدادي. هنشوف لوك النهارده العروسه والحجاب من غير دبابيس. اتفضلي يا مروه. بصي النهارده انا عندي لوكين. حبيت ادخل للعروسه الوان. شايفه ان انت لما تدخلي الوان ده بيبقى شيء مبهج بالنسبه للعروسه. بصي احنا بنلبسها البندانه البيضاء. بحب دايما اعمل اللون الابيض بالظبط، بحب دايما اعمل اللون الابيض على الوش بالذات لان زي ما انت بتقولي كده بينور. تمام كده الطرحه اللي انا عاملاها النهارده. بصي ايمان، المفروض ان الطرحه دي بيبقى فيها التركواز متداخل فيها الالوان اللي انت عايزاها، وفي بنات كتير قوي بتحب اللون ده بالتحديد لان هو انا في رايي انه مش بيبطل، انه حاجه كده شيك عمرها ما بتبطل يعني. فطبعا عشان اربط بين ده وبين ده بحط لها بندانه لونها تركواز على البندانه البيضاء بالشكل ده. تحفه يعني التركواز نطق الوش جدا بالظبط بالشكل ده كده. زي ما قلت لك عايزه الابيض على وشها، اجي احط لها مثلا حاجه زي دي بالشكل ده. شايفه قد ايه هي انيقه ومش بتكلف اي وقت ولا مجهود ولا فلوس يعني. صح كده. وبتبقى في النهايه حسب ذوقك الشخصي وحسب فستانك. تمام. شايفه اهي. وفي ثانيه هبتدي احط الطرحه بتاعه العروسه، الطرحه الاساسيه. ايوه اللي هي المفروض دي حسب الطول بقى هي ما تحتاجه، صح؟ دي حسب برضو فستانها وحسب رغبتها يعني. شور لو فستان بديل عمري ما هعمل طرحه طويله. وعلى فكره الطرح القصيره موضه قوي، رجعت تاني طبعا الحاجات بتاعت زمان كلها. قد ايه لذيذه وبسيطه وناعمه وجديده. يا ريت يا محمد تشوف الشكل من الخلف كده، شيء بجد مبهر ومميز جدا. ده الشكل النهائي للعروسه، ده الشكل النهائي. وما خدناش الا دقيقه واحده بالظبط، ممكن هي تعملها بنفسها من غير ما تلجأ لاي حد، وده فيه اختصار للمصاريف جدا. شفنا يا جماعه اختصار المصاريف، اختصار للوقت والمجهود مع مروه دايما في تألق وتجدد.